السلام عليكم، معكم مهندس محمد طارق. النهارده جزء 4 من افضل وامتع واحسن كورس في الذكاء الاصطناعي هيومن بيوند قدرة البشرية. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ابلكيشن وفي اي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وان ازاي داخل في مجالات كتيرة جدا ومكانش ينفع نذكره كله في فيديو واحد. قبل ما نبتدي لازم ننصحكم نصيحة: مينفعش تسلم دماغك للذكاء الاصطناعي، مينفعش تفضل اجابات الذكاء الاصطناعي عن اجاباتك انت، مينفعش الذكاء الاصطناعي يتطور وانت اللي تقل. دي كانت نصيحة عام 1943، بداية الذكاء الاصطناعي. evolution of artificial neurons، الشبكات العصبية. عملنا شبكات عصبية تحاكي شبكات عصبية الإنسان. ظهور فكرة العصبيات الاصطناعية التي تحاكي عمل خلايا عصبية في الدماغ. عام 1950 تيورينج ماشين، العالم ألان تورينج يطرح اختبار تورينج لقياس قدرة الآلة على التفكير مثل الإنسان. عملنا اختبار للذكاء الاصطناعي عشان نشوف الذكاء الاصطناعي هيحاكي الإنسان ازاي واختبارات للذكاء الاصطناعي طبعا في عام 1950. في 1956 بيرست اوف اير دارتموث كونفرنس، عملنا مؤتمر للذكاء الاصطناعي، مؤتمر دارتموث، ميلاد الذكاء الاصطناعي كعلم مستقل. قلنا ان الذكاء الاصطناعي ده علم مستقل واعترفنا بالذكاء الاصطناعي. في 1966 فرش شات بوت إلايزا. إلايزا كانت أول شات بوت، يعني ما كانش شات جي بي تي ولا جيميناي ولا أي حاجة بتاعت الأيام دي. أول حاجة كانت إلايزا. تطوير أول برنامج محادثة الذي يقلد الحوار البشري عام 1966. في 1972 فيرست انتليجنس روبوت وابوت. وابوت ده أول ظهور لروبوت ذكي في اليابان قادر على التفاعل مع البيئة. ده كان روبوت يعني، بس روبوت يعني مش حديث. روبوت يعني عبارة عن شوية برمجيات وشوية آلات وأجهزة. عام 1974 ل 1980 فيرست سي اي وينر. ده كان الشتاء القارس للذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي ما كانش بيتطور كل سنة وسنة، كان في توقفات، كان في تراجعات، ضعف الإمكانيات، ضعف العلماء، ضعف التقنية. ما كانوش مهتمين بالذكاء الاصطناعي أوي برضو ساعتها عشان ما كانش فيه رؤية للذكاء الاصطناعي. في 1980 ظهور الاكسبرت سيستمز، ظهور أنظمة الخبراء التي تقدم حلول متخصصة. الاكسبرت سيستم دي كانت بتقدم حلول للبشر. في 1993 و 1987 الفترتين دولت بينهما كان في برضو شتاء تاني للذكاء الاصطناعي. ضعف التكاليف، ضعف النتائج، ما كانش فيه نتائج مرغوب فيها. في 1997 اي بي ام دي بلو فيرست كمبيوتر تو بيت اوورد تشيس شامبيون. يهزم اي بي ام من دي بلو، يعني كان ذكاء اصطناعي اسمه اي بي ام صناعته ديب بلو، حاسوب بطل العالم في الشطرنج غاري كاسبورغ. يعني اي بي ام كسب الشامبيون بتاع التشيس عام 1997 في لعبته. 2002 كان في ذكاء اصطناعي كده، روبوت كده صغير بينظف المنازل. ده اول ظهور للذكاء الاصطناعي في المنازل عام 2002. اي ان هوم، كان اسمها رومبا. دخول الذكاء الاصطناعي على المنازل عبر رومبا، روبوت تنظيف. في 2011 اي بي ام واتسون وينز ا كويز شو. يفوز في اي بي ام واتسون برنامج مسابقات معلوماتية ضد البشر. ده كان ذكاء اصطناعي، كان فيه شو، عرض دخلوا فيه الذكاء الاصطناعي، كسب في المعلومات والداتا اللي عنده ضد البشر. يعني اثبت انه اذكى من البشر وانه عنده معلومات اكتر من البشر. في 2012 جوجل ناو. جوجل ناو ده كان مساعد آلي، بس ده كان قديم. دلوقتي اسمه جيميناي، يعني ده كان مساعد آلي ودلوقتي اسمه جيميناي، اتطور لاسمه الحالي. يعتمد على البيانات ومساعد ذكي. في 2014 شات بوت يوجين جاتسون واينز ا تورينج تيست. عملوا برضو اختبار تورينج تاني، بس المرة دي نجح فيه يعني بشكل لائق. في 2015 امازون ايكو مع مساعد امازون ايكو. ده بقى كان مساعد كده صنعته امازون. امازون بقى ايكو صنعت اليكسا. دي بقى برضو في المنازل بتاع اختبار صوتي، بتكلم، بتقول اليكسا افتح النور، اليكسا اقفل النور، اليكسا هاتلنا اجوبه، اليكسا اعمل لنا اغاني، اليكسا شغل لنا الفرن. ده البيوت الذكيه. معلومات اضافيه للطلاب: تاريخ الذكاء الاصطناعي مليء بالصعود والهبوط كما ذكرنا، لكنه يثبت ان الاصرار العلمي يقود دائما الى التقدم. بس ده يعني الاخفاقات دي والهبوط ما كانش ده يمنع التقدم العلمي للذكاء الاصطناعي. كل مرحلة من هذه المراحل كانت تمهيدا لما نراه الآن في يومنا هذا من سيارات ذاتية القيادة، روبوتات جراحية ومساعدات ذكية. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد فكرة
نظرية بل أصبح جزءا من حياتنا اليومية. الخلاصة بقى، خلاصة الخلاصة، البداية أفكار نظرية من العصبانيات والذكاء الاصطناعي. أول حاجة ابتدت خالص بالشبكات العصبية النيورال نتوركس. التقدم برنامج محادثة وروبوتات أولية، بعد كده تقدم إلى برامج محادثة بنحدثها احنا وبنكلمها، وروبوتات أولية. روبوتات يعني ضعيفة جدا في الإمكانيات، يعني روبوتات يعني لو شفتها تشوفها كأنها ألعاب يعني بالنسبة اللي احنا بنشوفه دلوقتي من روبوتات. التراجع بقى فترات الشتاء بسبب ضعف التقنية. كان في تراجعات زي ما قلنا فترة الشتاء، كان في فترتين للشتاء. وانتصارات بقى هزيمة بطل العالم في الشطرنج. ودخول المنازل، دخول المنازل دي بقى رومبا اللي هي المنظفات. أول حاجة دخلوا الذكاء الاصطناعي في المنظفات، ودخل يساعد البشر في المنازل. الذكاء الاصطناعي كسب بطل العالم في الشطرنج. العصر الحديث، المساعدات الذكية والتطبيقات اليومية. العصر اللي احنا فيه بقى مساعدات ذكية وتطبيقات يومية، تطبيقات كتير، آلات كتير بتساعد البشر كتير. شكرا لوقتكم وشكرا لحسن استماعكم. ده كان الجزء الرابع، وسلام.